السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في القناة تيتيفا شانيل. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة وأموركم جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم تحلية ديال الحامض اللي كتجي منعشة واللي كتقدم في السحور ولا في ليالي ونس ديال رمضان ولا كذلك في الفطور. كتجي بارده ومنعشه وما تشبعوش منها. اذا غادي نمشيو باش نشوفوا المكونات اللي غادي نحتاجو وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. اذا بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو، انا غادي نحتاجو واحد نصف لتر ديال الحليب اللي يكون بارد، غادي نحتاجو 2 معالق كبار ديال النشا، غادي نحتاجو واحد الساشي ديال الفلون، وكذلك غادي نحتاجو واحد نصف عصير ديال الحامضه، وكذلك غادي نحتاجو قشره ديال الحامضه، وغادي نحتاجو 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. اذا بسم الله على بركه الله. غادي ناخذ الكاسرون، غادي ناخذ الكاسرونه، غادي نديرو فيها السكر، نشا، قشره ديال الحامض، وكذلك هاد الساشي ديال الفلون، ونضيفو الحليب. ومن بعد غنخلطوا المكونات جيدا بالضرب اليدوي. ومن بعد غادي نديروها على نار هادئه حتى كيعقد لنا الخليط. دائما مع التحريك غنبقاو نحركو هكا حتى كيعقد ليا الخليط. من بعد ما عقد ليا الخليط غادي نضيفو داك العصير ديال الحامضه وغنبقاو نحركو جيدا، ومن بعد نحيدوها فوق النار. هنا غنمشيو مباشره باش نكبو هذا الخليط في هذا الكيسان. تقدروا تكبوهم في اي كيسان عندكم، ماشي بالضروره بحال هذا الشكل. من بعد غادي نعمروهم، وغادي ندخلوهم للثلاجه حتى يبردوا لينا. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. من بعد ما درتهم في الثلاجه بردوا ليا ولاو متماسكين شادين في راسهم، درت لهم زينتهم بهذاك ديال الفاني، ديك الوريدات ديال الفاني. التزيين تيكون اختياري وعلى حسب الذوق وعلى حسب داكشي اللي كاين المتوفر. وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف، وشكرا لكم على حسن المتابعه. حتى شي فيديو اخر ان شاء الله. في امان الله.